السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ابدأ كلام صلاتي على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده باذن الله جايه لكم فيديو جديد ويوم جديد جدا مع بعض. هنعمل ايه النهارده يا هيام؟ باذن الله هنعمل طريقه بقى الكوارع البلدي الجميله، واحلى بقى طاجن ورق عنب بالكوارع، واحلى ممبار. بس يلا بينا الاول نقول بسم الله ونصلي على رسول الله ونبدأ من يمين عشان ربنا يجعلنا دايما من اهل اليمين. معانا طبعا دي كده كوارع بلدي جميلة مغسولة ومتقطعة كويس جدا زي ما انتم شايفين ما شاء الله. ومعانا طبعا رز بلدي كده جميل عشان نعمل بيه بقى المحشي بتاعنا، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. ومعانا طبعا ده كده الممبار مغسول طبعا كويس جدا، ومعانا عصير الطماطم. طبعا دي الطماطم اللي كنت مفرزاها برضو قبل كده، بطلع كده دلوقتي منها وبطبخ منها لحد ما ايه ما الطماطم ترخص في السوق ان شاء الله. ومعايا طماطمايه وبصلايه وروزماري عشان نضيفهم طبعا للشوربه بتاعه الكوارع. ومعايا هنا طبعا كيس كده من الخضره كنت مفرزاه برضو، يعني كنت جايبه خضره كده ومفرزاها ايام ما كانت الخضره رخيصه يا جماعه، ايام ما كانت التلاته بخمسه، ويعني دلوقتي الواحده بخمسه. تمام. فكنت جايبه كده خضره ومخزناها، بتنفع والله في الاوقات اللي زي دي. الخضره دلوقتي غاليه فبطلع دلوقتي منها للمحشي، انما ما تنفعش للسلطه، هي عايزه محاشي بس. تمام. او لو هنعمل اي حاجه تانية مثلا طبخه او حاجه. ومعايا بهارات بقى ملح وفلفل وكمون، واحده مرقه دجاج دي عشان الشوربه بتاعت واحده مرقه دجاج واحده، وشويه شوربه بيضه عشان الشوربه بتاعت الكوارع. والبهارات التانية دي عباره عن ملح وفلفل وكمون، واحده مرقه دجاج برضو، ومعلقه من الشطه الحمراء دي عشان ومعلقه كمان من الكزبره الناشفه عشان الصلصه بتاعه المحشي. ومعانا طبعا هنا كده بصلايه وطماطمايه وليمون وفلفل هنقطعهم ان شاء الله حلقات كده وطرنشات نحطهم تحت في الطاجن يعني بتاع ورق العنب في القاع من تحت. وهنا دي البطاطا الجميله بتاعتنا انا غسلتها وصفيتها كده عشان برضو هنشويها كده عشان خاطر امي تاكل منها طبعا كده قبل ما تمشي. وطبعا قطعت بصل وفلفل مكعبات برضو عشان هنشوحهم كده مع المحشي. ومعايا هنا طبعا ده ورق العنب برضو كنت جايباه مفرزاه برضو قبل كده، طلعت كيس كده هنعمله مع بعض طاجن ورق عنب جميل النهارده. والزيت طبعا بقى، واسم الله حبيب قلبي اللي منورني ومشرفني دايما في كل فيديوهاتي، وماشيين ببركه ربنا ودعوه اهالينا لينا الحمد لله، ودوار الشمس الجميله اللي دايما تفتح نفسنا كده على التصوير. ودي كانت مكونات وصفتنا النهارده، وصفه طاجن ورق العنب بالكوارع واحلى ممبار واحلى بطاطا مشويه. يلا بينا بقى ندخل عملي مع بعض على طول ونشوف هنعمل وصفاتنا الجميله دي ازاي. معايا بقى حله كده كبيره على النار. طبعا انا ايه قلت هعمل الحله بقى الالومنيا الكبيره لاني ما عنديش حله ضغط. يا جماعه ادعوا لي كده ربنا يكرمني واجيب حله ضغط قريب عشان تبقى تسارع معايا في التسويه بتاعه الكوارع او البط او الحاجات اللي بتاخد وقت في التسويه، لان زي ما انتم عارفين ان الكوارع والبط والكرشه والحاجات دي بتاخد وقت جامد جدا من 3 ساعات، يعني عشان خاطر تستوي كويس. فان شاء الله باذن الله في الايام الجايه يعني نجيب باذن الله حله ضغط. تمام. عقبال بقى ما نجيب الحله الضغط، هنا معايا حله الالومنيا كبيره من بتوع جهازي كده، اللي ابويا الله يرحمه يا رب ويحسن اليه كان جايبهم لي في جهازي. ربنا يا رب يجعل كل حاجه حلوه عملتها لي يا بابا في ميزان حسناتك يا رب، ويرحمك رحمه واسعه يا رب انت وشريف ابني وسامه بنت حماده وسيدنا محمد وكل امواتنا وشهدائنا، لكم مني كلكم يا رب. كده صواب الفاتحه ادعوا لهم الفاتحه، ادعوا لهم كده يا جماعه قولوا لهم الفاتحه. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم وحسناتنا اللهم امين يا رب. هنا طبعا انا حطيت ميه تغلي طبعا على النار، ولما غلت نزلت زي ما انتم شفتوا معايا بالطماطمايه والبصلايه ورق قصدي الروزميري، وبعد كده نزلت بالكوارع وهغطي طبعا عليها دلوقتي واسيبها بقى تاخد سواها كده براحتها خالص. اهدي يعني النار تبقى وسط، ما تبقاش عاليه قوي ولا واطيه قوي. هسيبها بقى على نار وسط زي ما انتم شايفين كده تاخد سواها، ولما تستوي كويس كده نبقى نرجع نضيف لها البهارات بتاعتها. معايا بقى حله تانية على النار نزلت فيها بشويه من الزيت، وكان يفضل يكون عندي سمنه او زبده، بس زي ما قلت لكم انا الزبده والسمنه عندي دلوقتي خلصانين. فباذن الله الفتره الجايه ننزل نجيب مشتريات الشهر يعني وايه، ونجيب الحاجه اللي ناقصانا. فاستكفيت بالزيت بقى النهارده كده، وابتديت انزل بقى طبعا بالبصل بقى اللي انا مقطعاه تقطيع صغير، وكام قرن من الفلفل او الشطه الخضراء، ولو في فلفل الوان كان يبقى حلو قوي، بس طبعا ايه انا استكفيت بالشطه الخضراء. هقلب بقى كده البصل والشطه الخضراء واشوحهم مع بعض لحد بس كده ما يتبلوا معايا، وهندبلهم بس مش عايزينهم يعني يحمروا قوي. وبعد كده نرجع نضيف لهم عصير الطماطم. تمام. هنا بقرب لكم كادر الكاميرا عشان تشوفوا بقى. طبعا هنا كده البصل والفلفل بقى والشطه بيتشوحوا مع بعض اهو. هنا طبعا لما يصفروا معايا نبتدي بقى ننزل دلوقتي مع بعض بعصير الطماطم.
بعد ما خلاص كده البصله دبلت معايا واصفرت، خدت لون كده ايه ذهبي حلو بالشكل ده زي ما انا بوريكم كده، بحاول اجيب بالمعلقه اهو اقرب لكم على الكاميرا. شايفين ده كده اللون المظبوط للبصل. ما تحمروهاش قوي عشان ما تخليش المحشي من معاكي ممرر، وبرده ما تبقاش بيضه قوي، يعني خير الامور الوسط في كل حاجه. هنزل بقى بعصير الطماطم زي ما انتم شايفين كده على البصل والشطه بعد ما دبلوا معايا كده وتشوحوا، هقلبهم بقى تقليبه حلوه وهغطي عليها. ولما تاخد كده غلوتين نرجع نضيف لها البهارات بتاعتها ان شاء الله. اللي وصل بقى معايا لحد هنا يقول هيام صلصة المحشي. هيام صلصة محشي، عشان اعرف انتوا وصلتوا معايا لحد هنا يا احلى اخوات واحلى جمهورية في الدنيا كلها. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. هنا بعد مرور شوية صغننين كده كانت الصلصة خدت معايا غلوتين، يلا بينا نضيف لها البهارات. والبهارات عبارة عن ايه يا هيام؟ عبارة عن ملح وفلفل وكمون وواحدة مرقة دجاج ومعلقة من الكزبرة الناشفة ومعلقة من الشطة الحمراء. وزي ما احنا متفقين الشطة الحمراء اختياري مش اجباري، اللي مش حابب يحط شطة ما يضيفش. تقدروا تستغنوا عن اي حاجة انتوا مش بتحبوها، تمام؟ اي بهارات بتحبوها تضيفوها على المحشي. ولو في بهارات محشي كمان بتدي تيست حلو قوي للمحشي، بس انا ما كانش عندي فاستكفيت بالبهارات اللي موجوده. قلبت بقى الصلصه مع البهارات والكلام الحلو اللي احنا حطيناه دوت، ويلا بينا نغطي على الصلصه ونسيبها تكمل سواها. ولما تتسبك وتنشف معانا خالص هنبقى نطفي عليها. هنا في الوقت ده كنت برضو بقرب لكم كده التصوير عشان تشوفوا برضو لون الصلصه كده احمر وجميل. واغطي على الصلصه ويلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. تعالوا بينا بقى في الوقت ده كده عقبال ما الكوارع تستوي والتسبيكه تتسبك. يلا بينا دلوقتي ولعت الفرن كده على درجه حراره 200 وهبتدي ادخل البطاطا تتشوي في الفرن. اللي هو الكهرباء. لو كانت البطاطا كبيره شويه كنت طلعتها الفرن الفلاحي اللي فوق، بس هي طبعا انا جايباها وسط كده مش كبيره ولا صغيره. خير الامور الوسط دايما زي ما علمنا رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فجبت الحاجه وسط كده، البطاطا كده جميله عشان ما تاخدش وقت في السوا، برده بتبقى مسكره وجميله. احطها بقى كده تتشوي عشان ايه؟ امي كده تتسلى فيها وهي قاعده كده على معمل المحشي، لان انتوا عارفين المحشي والكوارع والحاجات ديت والممبار بياخدوا وقت معايا. فعشان هي قاعده طبعا كده معايا في الصاله تتفرج كده على الشاشه، فايه تتسلى فيها كده عقبال ما اخلص الايه المحشي. اسيب بقى البطاطا تتشوي براحتها، ويلا بينا في الوقت ده نبص على الصلصه بتاعتنا ونشوف اخبارها ايه. هنا بقى كنت ببص على الصلصه لقيتها خلاص كده معايا اتسبكت ونشفت. تمام، هوريكم برضو دلوقتي ان هي خلاص. بصوا شايفين؟ بحاول اجيب لكم بالمعلقه كده واوريكم الصلصه بعد ما نشفت واحمرت. شايفين ما شاء الله حمرا شرار ازاي؟ وكانت جميله جدا ما شاء الله. باذن الله الطماطم ترخص بس كده على خير، وباذن الله نجيب شويه حلوين ونخزنهم زي ما كنا عاملين، لان خلاص مش فاضل غير كيسين بس فاضلين معايا من اللي كنت مفرزاهم قبل كده. وربنا يرخي الاسعار يا رب للناس كلها عشان ايه الدنيا تبقى تمام يعني. هشيل بقى الصلصة من على النار واجيب حلة تانية كده واحط فيها مية وملح واعلق عليها واسيبها تغلي عشان نسلق ورق العنب. اللي وصل معايا لحد هنا يقول هيام ورق عنب. هيام ورق عنب متفرز وهو كده عامل شكل فريش وطازة وتحفة بالشكل ده. هنا بقى ده كده شايفين انا بقى بفرز الورق العنب بالشكل ده، بلفه كده بورق استرتش، ولما باجي اطلعه من الفريزر بطلعه يفك شويه صغيرين بس مش بحطه في ميه يفك ولا حاجه، بسيبه بره يفك كده وبفرده زي ما انتم شايفين بيتفرد معايا بكل سهوله. والورقه بتبقى مفروده وجميله. وبعد ما الميه والملح غليوا معايا ببتدي انزل كده الورق العنب، ويا دوبك بس كده اقلبه تقلبتين اتنين مش اكتر، واطفي عليه على طول عشان ما يتهريش مننا. تمام، يعني هي يعني دوبك بس كده غلوه واحده. انا بحاول بس كده نابل مقصوص ايه اوزع الميه كلها تخش ايه في ورق العنب من النص كده، عشان زي ما انتوا عارفين لما بيكون متفرز بيبقى من النص كده جامد شويه. خلاص هي غلوه واحده. وهنا خلاص في الوقت دوت كان الورق العنب خلاص كده خد غلوه، هطفي عليه اهو. وهجيب بقى معايا مصفى كده وبوله تحتيها عشان الميه طبعا لما تصفى في البوله. وهبتدي ارفع بقى ورق العنب من الميه بعد ما خد غلوه واحده بالشكل. شايفين لونه قوامه بسم الله ما شاء الله، اكني لسه جايباه والله العظيم طازه النهارده. بسم الله ما شاء الله عليه يعني. ده كان شكل ورق العنب بعد ما اتسلق بقى. يلا بينا في الوقت ده هاخد الحله دي وافضي الميه بتاعتها. حطوا اللايك بقى ويلا بينا نشوف ايه اللي بعده. هنا بقى في الوقت ده كان الصلصه خلاص اتسبكت، وجبت بوله بقى كبيره معايا كده، وجبت بقى الرز بتاعنا وغسلته وصفيته، وطلعت الخضره من الفريزر. يفضل يا جماعه قبل ما تطلعوا يعني الخضره تطلع من الفريزر على الوصفه على طول، ما تطلعهاش بره تفك، لان لو فكت هتبقى عباره عن ميه. فاهميني؟
فمش هيبقى طعمها حلو. هنا بقى جبت البوله نزلت بالصلصه زي ما انتم شايفين. هنا كنت مثبته الرنج بقى بحاول اوريكم طبعا كل حاجه من قرب اهو زي ما انتم شايفين. وادي الرز كمان غسلته وصفيته. هنزل بيه طبعا على الصلصه كده في البوله الكبيره بتاعتنا الجميله دي. وهننزل دلوقتي معانا باخر حاجه الخضره. تمام. الخضره دلوقتي انا بقول لكم بطلعها من الفريزر على طول على الخلطه. فتحت بقى الكيس هنا اقرب لكم بقى، شايفين لون الخضره اخضر ومحتفظ بلون ازاي؟ بسم الله ما شاء الله والله العظيم. فرزوا الخضره هتعجبكم جدا ومش هتندموا ابدا. انا مقطعه شبت وبقدونس وكزبره وعيناه كده في الاكياس. لما بحب ما بيكون مثلا يوم زي ده ما عنديش خضره مثلا وهعمل محشي بطلع من في. شايفين لون الخضره اخضر ازاي؟ اكنها لسه مقطعاها فريش. والله والله بجد يا بنتي تسلم ايدك يا ايام والله. بجد يا بنتي انتي يعني آه استاذه يعني، دماغ كده شغاله يعني، دماغ صاحيه مش بتنام. دايما بحب افرز الحاجات اللي تنفع تفريز عشان بتنفعني في الاوقات اللي زي كده. وقت مثلا الخضره غاليه، الطماطم غاليه، الحاجات دي غاليه، بتلاقوني بطلع من الفريزر على طول واستخدم ايه الحاجه اللي بفرزها. بتنفع بصراحه يعني مش بتخسر. تمام. هنا بقى في الوقت ده كنت بحاول اقرب لكم كده واوريكم بقى انا جهزت بقى مكوناتي وحاجتي. ادي الطاجن اللي هنعمل فيه دلوقتي طاجن ورق العنب. وادي ورق العنب بعد ما صفيته كده وحطيته كده في الطبق. وادي الممبار كمان غسلته كده وظبطته. وقطعت معايا بقى طرنشات كده من الطماطم، حلقات بصل، حلقات ليمون، حلقات فلفل عشان نرصها في قاع الطاجن. ومعايا بقى طبعا دي خلطة المحشي الجبارة بتاعت مملكة هيام اللي انتم متعودين عليها. واسم الله حبيب قلبي ودوار الشمس الجميلة والسرفيز الحلو اللي هنحشي طبعا ونطلع عليه الممبار وكده. وادي هنا الطاجن بعد ما رصيته بالشكل ده حطيت بقى طبعا كل حاجة من الطماطم والبصل والليمون والفلفل طرنشات في قاع الطاجن. واخد بقى الحاجات الحلوه دي كلها واقعد انا طبعا وام يوسف حبيبه قلبي سلفتي كانت طلعت كده تسلم عليا. فقعدت معايا لقيتني بحشي فقعدت حشت معايا. فما لحقتش بقى اصور معاكم واحنا بنحشي عشان هي كانت معايا فحشينا بقى سوا. هنا في الوقت ده طبعا كنا قاعدين بنحشي فقمت كده عشان ابص على الكوارع برضو واقلبها واشوفها خلي بالي منها. لقيتها اتشربت الميه فابتديت ان انا اضيف لها ميه تاني وازودها ميه. لان انتوا زي ما انتوا عارفين اي طيور اي لحوم بتتشرب الميه فبنرجع نضيف لها ميه تاني وبعد كده نضيف لها البهارات. هنا بقى ضفت الميه على الكوارع كده وهبتدي اضيف لها دلوقتي الايه البهارات بتاعتها عشان بقى خلاص كانت فات من الوقت كده ساعتين. فناقص بقى ساعة وتكون خلاص استوت. فهسيب لها بقى ايه الساعة دي تاخد بقى من طعم البهارات والملح وكده. هنزل بقى بالبهارات اللي هي عبارة عن ملح وفلفل وكمون وواحدة مرقة دجاج ومعلقة من الشوربة البيضة. وهقلب بقى الكلام الحلو ده كله مع بعضه كده وهغطي على الكوارع البلدي التحفة الجميلة دي بقى يا جماعة الكوارع الأغنياء زي ما اتفقت معاكم في الفيديو اللي فات. احنا شفنا بقى طبعا الرجول بتاعة الفراخ اللي هي كوارع الغلابة في الفيديو اللي فات وقلت لكم انتظروا مني كوارع الأغنياء. واحنا كلنا والله العظيم فقراء إلى الله بس يعني دي الكوارع الأصلية يعني. والتانية كانت الكوارع اللي هقول عليها ايه الكوارع الكدابة زي الحمام الكداب كده. تمام. فهغطي بقى الكوارع زي ما انتم شفتوا واسيبها تكمل سواها. وهنا في الوقت ده كنت علقت على حلة تانية كبيرة برضو ألمونيا كده وحطيت فيها مية وملح تغلي عشان هنسلق فيها الممبار. في الوقت اللي احنا بقى بنحشي فيه قمت برضو تاني عشان ابص على البطاطا برضو كل شوية لازم ابص عليها عشان اشوفها استوت ولا لا. في الوقت ده كنت ولعت عليها برضو الشواية من فوق والفرن من تحت عشان تستوي بسرعة. وهنا كانت استوت في الوقت ده زي ما انتم شايفين. جبت بقى الصينية وابتديت ان انا اطلع بقى كل كمية البطاطا كده على الصينية بس بجد سخنة جدا. معرفش عقلي كان فين. ما انا عندي مساكة. المفروض يعني احنا جايبين المساكة مش عشان نركنها في الدرج ولا حاجة يا هيام. احنا جايبين المساكة عشان نمسك بيها الحاجات السخنة اللي زي كده. ولا انت يا بنتي يعني مش عارفة يعني فين شغالة احنا لسه بنقول الدماغ شغالة مش بتنام. ساعات يا جماعة بتنام والله ساعات الدماغ بتنام شوية. بس يلا صحينا وصحصحنا من النوم الحمد لله. طلعنا البطاطا كلها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. والله كانت سخنه ملهلبه مش عارفه امسكها. بس الحمد لله طلعت كميه البطاطا كلها بالشكل ده. شايفين مستويه جدا ما شاء الله. هفتح لكم دلوقتي واحده برضو اوريكم شكلها من جوه. كانت في منتهى الجمال بسم الله ما شاء الله يعني كانت حلوه قوي. هقفل بقى الفرن
وتعالوا بس الاول اوريكم كده شكل البطاطا اهي. فتحت لكم واحده بس والله سخنه ملهلبه، مش قادره امسكها بايدي. شايفين بحاول افرد يعني اتك عليها عشان اطلع لكم كده حته منها، مش قادره بصراحه، سخنه جدا. حطوا اللايك لاحلى بطاطا، ويلا بينا دلوقتي نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. طبعا ام يوسف كانت قاعده معايا بتحشي بقى، وامي وكده والعيال ولادي، فاديت بقى فرقت البطاطا كده عليهم، كل واحد ايه خد نصيبه. بالف هنا وشفا على كل اللي اكل من البطاطا، وكل اللي اكل من الاكل بتاعنا النهارده ده بالف هنا وشفا عليه. طبعا ابو حبيبه ما حصلوش نصيب النهارده في موضوع الاكله دي والكوارع دي، لان كانت امي خلاص ده كان اخر يوم. ولا استنوا، ابو حبيبه ايه يا جماعه؟ ركزي، مش بقول لكم دماغ بتنام؟ والله دماغ بتنام. ابو حبيبه ما حصلوش نصيب في كوارع الكدابه، انما حصل له نصيب النهارده في الكوارع الاصليه والله. ده انا عاملاها مخصوص النهارده عشان خاطر ابو حبيبه وامي. يعني امي عندي النهارده، وده كان النهارده اليوم الاربع، كان اخر يوم بقى. امي كانت ماشيه يعني هتتغدى معانا وتمشي، فعملت لها الاكله الجميله دي قبل ما تمشي. والله العظيم دماغي يا جماعه ما بقتش مركزه، والله ما بقيت مركزه. المهم ابو حبيبه كان جه النهارده الاربع بقى، كان نبطشيه يعني اليومين اللي فاتوا، وجه بالسلامه النهارده، فعملنا بقى الاكل الجميل التحفه اللي انتوا شايفينه ده. عشان برضو ابو حبيبه بقى جاي بالسلامه، لازم ياكل اكل كده يرم عظمه، وبقاله فتره بقى قاعد في الشغل وكده ما بياكلش الاكل الجميل ده، فقلنا بقى نعمل الاكله الحلوه دي عشان خاطره، وعشان خاطر امي برضو قبل ما تمشي تاكل اكله جميله برضو زي كده دسمه. يعني ترم العظم كده، وعشان الايه العظم كده يبقى حلو. الكوارع بتبقى شربتها جميله. انتوا شفتوا معايا طبعا دلوقتي انا عملت ايه. انا بعد ما الميه غلت نزلت بالممبار بعد ما حشيناه، وهحطه في الميه بقى كده واقلبه واسيبه واغطي عليه واسيبه يستوي. وكل شويه كده هبص عليه. هو بصراحه بياخد معايا ساعه سوا، تمام؟ انا حاسباها له كده بياخد ساعه، الممبار بياخد ساعه سوا. وفي الوقت ده برضو كنت ببص على الكوارع، يعني عيني على كل ايد هنا وايد هنا وايد هنا. يلا الحمد لله. وهنا في الوقت ده خلاص كنت بقى خلصنا حشو انا وام يوسف، فحشينا طبعا ده كده البوله دي انا حطيت فيها كده، كسرت شويه عيش ملدن كده عشان امي طلبت مني عايزه تاكل فته ورز مع الكوارع، وقلت لها انا عامله محشي وكده، قالت لي بس انا نفسي في الفته، عملتها لها برده عشان ايه ما يبقاش نفسها في حاجه. كل اللي نفسها فيه انا عملته لها اهو. وربنا بالف هنا وشفا على قلبها وقلب كل اللي كان من الاكل ده. وادي طاجن ورق العنب كمان حشيناه بالشكل ده، وحطيت طبعا على وشه من فوق كده طرنشات من الليمون عشان بيديله طعم ومزازه حلوه كده للايه، للورق العنب. هو كده كده ورق العنب بيبقى مزز، بس الليمون بيديله مزازه اكتر، بيديله طعم حلو. في الوقت ده بقى كانت الكوارع خلاص استوت، نزلتها. وهعلق بقى على المحشي بتاع العنب بيستوي بقى بالكوارع. طبعا نسيت اقول لكم صحيح، انا وانا بحشي طلعت حتتين من الكوارع وقطعتهم مكعبات وحطيتهم تحت كده ايه في قاع الطاجن، بس بعد ما حطيت الطرنشات اللي انتوا شفتوها معايا اللي هي حلقات الطماطم والبصل والفلفل والليمون، حطيتهم في القاع من تحت الاول، وبعد كده قطعت ايه مكعبات من الكوارع وحطيتها عليهم، وبعد كده ابتدينا نحشي بقى الايه المحشي. نسيت بصراحه ان انا اصور اللقطه دي معاكم، اتلخمنا واحنا قاعدين في الكلام ونسيت والله اصورها، معلش، بس قلت لازم اعرفكم واقول لكم عشان تبقوا عارفين برضه. اوعوا تحطوا الكوارع على الطاجن من تحت كده مباشره من غير ما تحطوا الطرنشات البصل والطماطم والليمون والفلفل. هتلاقوا لو عملتوا كده هتلاقوا الكوارع لزقت في الطاجن، وتيجي تقلبوها مش هتلاقوها اتقلبت، هتلاقوها لزقت في الطاجن، لان طبعا انتوا عارفين الكوارع بتبقى دسمه شويه ففيها ماده لزجه كده ممكن تلزق في الطاجن. القاع بقى اللي تحت احنا بنحط له الحاجات اللي انا بحطها دي بتدي طعم وريحه للمحشي، وفي نفس الوقت بتحافظ على ان الكوارع ما تلزقش في الطاجن، ولما نيجي نقلبها تتقلب معانا بسرعه وسليمه تبقى حلوه جدا. غطيت على الكوارع، قصدي غطيت على المحشي ورق العنب بالكوارع وسبته يستوي بقى. طبعا ضفت له الشوربه وسبته يستوي. وفي الوقت دوت كان مر ساعه على الممبار. شلته بقى، جبت السرفيس كده وابتديت ان انا اشيله من الشوربه او من الميه بتاعته. ويلا بينا نزلنا بقى الحلة خلاص، وهنحط بقى طاسة كده على النار فيها زيت غزير. ويلا بينا. ده كان شكل الممبار قبل ما يتحمر، وهوريكم دلوقتي شكله بعد ما يتحمر. اللي وصل معايا لحد هنا بقى يقول هيام ممبار، هيام محشي ممبار، عشان اعرف انتوا وصلتوا معايا لحد هنا يا احلى اخوات واحلى جمهورية في الدنيا كلها. او قولوا هيام طاجن ورق عنب بالكوارع. واو واو. بصوا بقى هنا الفيديو ده فيه عظمة بتحصل النهاردة، الفيديو ده فيه حاجات كده ومحتاجات وحاجات جميلة كده، فربنا يا رب يطعم الناس كلها من خيراته، ومفيش حد ولا في بيت يبقى محروم من حاجة أبدا. قولوا آمين يا جمهورية. اللهم آمين يا رب العالمين. هنا بقى بعد ما الزيت سخن نزلت طبعا بكمية من الممبار وهسيبها تتحمر، ولما تاخد لون كده اصفر ذهبي جميل هنبتدي نجيب بقى طبعا طبق دلوقتي او سيرفيس بالشكل ده عليه مناديل مطبخ كده، وهنبتدي نطلع الممبار عشان يتصفى على المناديل. يشرب الزيت يعني، فاهميني؟ شايفين بقى لون الممبار؟ يا سيدي يا سيدي.
الممبار بيتدلع يا جمهورية، والله العظيم المحشي بتاعنا النهارده بيتكلم. لو في كاميرا بتطلع لكم الريحة اقسم بالله كنت طلعت لكم الريحة كانت يعني خيال فوق الخيال. شايفين بقى المحشي ولونه الذهبي الجميل بجد يعني انا مش هتكلم كتير، لا هنا ساسكت قليلا بقى انا. احتراما وتقديرا للمحشي الممبار الجامد ده انا هسكت واسيب الكلام ليكم انتوا بقى. انتوا قولوا رايكم في الكومنتات بقى. هسيب بقى المحشي كده يتصفى على المناديل ويلا بينا نحط الكميه التانية، ولما بقى تتحمر كده مع نفسها طلعها عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم. وزي ما عملنا في الطرحه الاولى نحط في الطرحه التانية، وما تقولوش طرحه ايه يا ايام، قصدي يعني الكميه الاولى والكميه التانية. ففي ناس بيقولوا عليها الطرحه، فعشان بس ما حدش يفهمني يقول طرحه ايه يا هام في اللي احنا فيه، جاب الطرحه جنب الاكل، فقصدي يعني يا جماعه الكميه بتاعه الممبار لما نحمرها هطلعها يعني، فاهميني. فسبت بقى الممبار يتحمر، وادي كده المحشي بتاعنا طاجن ورق العنب بالكوارع عايش حياته بياخد ويدي بشكل ودي مع نفسه. يلا بينا بقى نسيبهم يستووا مع نفسهم كده ونرجع بالشكل النهائي. يلا بينا. هنا بقى يا جماعة في الوقت ده كان خلاص المحشي استوى وكمان الممبار اتحمر. جبت بقى طبعا شوية شوربة كده وحطيت عليهم معلقتين من الصلصة اللي كنا عاملينها للمحشي، وحطيت عليهم شوية شوربة كده وضفتهم على العيش الملدن دوت عشان التسقية بتاعت أمي أو الفتة تتشرب وتبقى طرية على أسنانها. وده كان الشكل النهائي بقى يا جمهورية للغدا بتاعنا الجامد النهاردة. أحلى شوية شوربة كوارع كده بالليمون، وأحلى طبق كوارع يستاهل بقكوا يا احلى اخوات واحلى جمهوريه في الدنيا كلها. ايه يا بنتي العظمه دي يا بنتي، ايه يا بنتي الحلاوه والجمال ده بجد والله، هي دي الكوارع البلدي الجميله ولا بلاش؟ تمام. وادي كمان الفته بالرز الابيض. عملت شويه رز ابيض كده صغيرين علشان خاطر امي طبعا عشان الفته بتاعتها، وحطيت لها على وشها شويه صلصه كده جمال. وادي طاجن ورق العنب بالكوارع يا جمهوريه. شايفين بقى الطاجن مرصوص رصه جاتوهات، دي تورتايه شايفين الرصه والجمال بجد. تسلم ايدك يا ام يوسف على الحشو معايا، حشت معايا طبعا الورق العنب والممبار. تسلم ايدك وعقبال ما اخدمك يا رب كده في فرح اولادك. وشايفين بقى الكوارع والحاجات الجميله نزلت على الوش كده ما لزقتش ازاي، يعني شكلها وطعمها كان فوق الروعه. وطاجن الممبار الجميل التحفه اللي لونه كده يخطف القلب. واحلى شويه سلطه بقى طبعا كده، عملنا شويه سلطه صغيرين عشان خاطر امي تاكلهم مع الايه مع الفته دي. واسم الله حبيب قلبي اللي منورني ومشرفني دايما في كل فيديوهاتي ودوار الشمس الجميله. ودي كانت وصفتنا النهارده، وصفه طاجن ورق العنب بالكوارع واحلى ممبار واحلى كوارع في الدنيا واحلى فته. بألف هنا وشفا على كل اللي اكل من الاكله دي. وحطوا اللايك بقى، واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامه.